بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس ولله الحمد كنا وقف بنا الحديث كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم للأمة مكتوبا ومنطوقا. سنقسم الحديث إلى شعبتين، نتكلم أولا على الكتابة، ثم نتكلم على النطق. الكتابة ربنا جل جلاله أنزل كتبا قبل القرآن الكريم، أليس كذلك؟ وأنزل التوراة والإنجيل، إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف، عرفتوا إيش صحف؟ وكتبنا له في الألواح. فالله عز وجل جل جلاله أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، وأنزله منطوقا. فإذا أراد الله عز وجل، وانتبهوا ترى الكلام دقيق، اليوم الكلام دقيق، فإذا أراد الله عز وجل أن يتكلم عن النص المكتوب يقول الكتاب، وإذا أراد أن يتكلم عن النص المنطوق قال القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني إيه؟ لا شك فيه. الريب هو في اللغة العربية هو الشك، يعني يا ترى صحيح، يا ترى ما هو صحيح. لا ريب فيه يعني لا شك فيه الكتاب. وأحيانا يقول إيش؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ونزلناه تنزيلا. انتبهتم؟ فربنا جل جلاله في يعني كل كلمة في القرآن لها معناها، فلما يريد أن يقول الكتاب يقول الكتاب، يعني يقصد النص المكتوب. وإذا أراد أن يتكلم عن المنطوق يقول قرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. انتبهتم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إذا نزل عليه مقطع من المقاطع القرآنية، طبعا أيضا ننبه إلى أمر ثاني قبل أن نتابع. يعني أنا مؤلف وأحمل ماجستير وأول دكتوراه وثاني دكتوراه. يعني لما أؤلف كتاب رسالة لا أؤلف الخاتمة ثم أؤلف الفصل الرابع ثم الفصل العاشر ثم المقدمة، لا أفعل ذلك، وإنما أبدأ بالتسلسل، أليس كذلك؟ وأحيانا بعد أن أكتب أقول لا يا أخي هذا الكلام ما هو دقيق، يعني أغير وأبدل. والذي يسميه الناس الآن في الكتب طبعة مزيدة ومنقحة. ألا تقرؤون هذه العبارة؟ يقولون طبعة مزيدة ومنقحة. منقحة يعني مصححة. لماذا صححها صاحبها؟ لأنه وجد عبارة أفضل من عبارة، لأنه وجد عبارة غامضة تحتاج إلى مزيد بسط، أو العكس، بسط الكلام زيادة عن اللزوم فيعود ويجمعه. لكن هذا الكلام كلام ربنا خالق الأكوان جل جلاله، قال ما يبدل القول لدي. وللعجب أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك موجود في جزء عامة، وآخر ما نزل من القرآن موجود في سورة البقرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال جبريل ضعها على رأس 280 من البقرة. ماذا قال؟ ضعها، أي لهذه الآية، على رأس 280 من البقرة، يعني هي الآية 281. افتحوا المصحف تجدون هذه الآية رقمها كم؟ 281. فهذا
من الأدلة، ليس هو الدليل الوحيد، من الأدلة المتضافرة المتكاثرة التي تبين بأن القرآن يستحيل أن يكون من عند بشر. ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل رسول والله شيء يعني مفتخر، القرآن شيء مفتخر، لو كان من عنده كان يقول إيه أنا وضعته، لكن قال لا، ما يعني شو الآية في يونس؟ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما يكون لي. انتبهتوا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله القرآن بتسلسل ورتبه بتسلسل آخر على مدار 23 سنة. طيب أنا الذي أمامكم هل ثقافتي الآن كثقافتي قبل 23 سنة؟ الجواب لا. ازدادت ثقافتي 23 سنة وأنا أقرأ وأطلع وأسافر وأجتمع وأسمع وأحلل، فطريقة تفكيري، طريقة صياغتي للعبارة اختلفت. لكن القرآن العظيم من أوله إلى آخره على نفس الوتيرة، على نفس المستوى. انتبهتم؟ فأنزله الله أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق كما تعلمون، وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكان تنزل الآيات بحسب الحوادث. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. انتبهتوا؟ يعني بحسب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من أمة العرب الذين كانوا في ذلك الزمان لا يجيدون لا القراءة ولا الكتابة إلا أعداد قليل جدا. قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لرمضان إنا أمة أمية، إنا يعني العرب، أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. إيش يعني؟ 30 يوم، هكذا 10 وهكذا 10 صاروا 20 وهكذا شو صاروا 30. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، وخنس واحدة، خنس يعني خبأ إصبع، وخنس واحدة شو صار يعني 29. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، وخنس واحدة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30. الشاهد قوله بأبي وأمي، نحن أمة أمية، إلا أعداد قليلة كانوا يجيدون الكتابة. فكان بأبي وأمي إذا نزل عليه مقطع من القرآن، عدوا يا ابني عدوا الله يرضى عليكم، فكان إذا نزل عليه مقطع من المقاطع يدعو، انتبهوا الكلام دقيق، يدعو من حضره من الكتبة 3 5 7 كل مرة بحسب الموجود، فيملي عليهم، يملي يعني يقرأ وهم إيه؟ يكتبون. عندنا نص عن زيد بن ثابت، فكانوا يكتبون والنبي صلى الله عليه وسلم يملي عليهم، فإذا انتهى المجلس انظروا إلى الحديث الذي ترونه، كتابة كل مقطع فور نزوله، لاحظوا كلمة فور يعني مباشرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي حاضر. ما معنى والوحي حاضر؟ يعني في ذلك الزمان كان جبريل عليه السلام يتنزل. افرضوا أن كاتبا من الكتبة أخطأ، سمع سهوا، هذا الحديث يبين. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي،
فإذا فرغت قال شو قال؟ اقرأ. انتبهتوا؟ مو بس كتبت يلا مع السلامة، لا، ما في مع السلامة، اقرأ، أسمعني ماذا كتبت. فأقرأه. انظروا، جعلتها بالأحمر، فإن كان فيه سقط أقامه، يعني لعلني وأنا أكتب سقط مني كلمة سهوا، أقامه يعني إيه؟ صححه، قال لا لا هنا في كلمة كذا. فإن كان فيه سقط، عرفتوا شو السقط؟ يعني سقطت مني سهوا كلمة، أقامه، قال ثم أخرج به إلى الناس. قمة التوثيق، قمة التوثيق. أخرج به إلى الناس لماذا؟ لينسخوا من هذه القطعة. انتبهتم؟ أخرج به إلى الناس ما معناها؟ لينسخوا من هذه القطعة. هذه القطعة لا يعادلها شيء، لأنها كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وروجعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي حاضر. يعني لو في خطأ جبريل يسكت؟ مستحيل. هذا إن أخطأ الكاتب سهوا. طيب بقي عنا حالة ثانية افتراضية، هي مو موجودة لكن افتراضية. لو أحد الكتبة غير عمدا، غير عمدا، قال ربنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. عرفتم ليش شو معنات اليمين؟ يمين الكاتب، يعني كاتب عم يكتب، قال له سميع عليم، كتب غفور رحيم. ولو تقول علينا مو أقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، بس هكذا، لا، ثم لقطعنا منه الوتين. قيل الوتين عرق في الرقبة، وقيل عرق في القلب، إذا قطع مات الإنسان. يعني على طول إيش؟ هذه صورة افتراضية. لو تقول، يعني شو بيسموا هذا؟ حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع. امتنع حدوث هذا لأنه ما أحد من الجالسين الكتبة غير عمدا. أما بالنسبة للتغيير سهوا كما ذكرنا، النبي يقول اقرأ، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس، لينسخوا من هذه القطع. هذه القطع لا يعادلها شيء يا إخوة. يعني الشيخ الله يسلمه حسين عنده قطعة نبوية. ما معنى نبوية؟ يعني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروجعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلت له يا شيخ حسين ممكن تعيرني حتى أنا أنسخ منها؟ قال طيب. أعارني وأنا جلست أنظر وأكتب، أنظر وأكتب. طيب، هذه الجديدة التي كتبتها أنا، هل لها نفس قيمة هذه؟ لا، هذه لم تراقب، هذه رُقبت، وانفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عما دون بها. وضح؟ هذه أمثلة للقطع التي كان يكتب فيها في زمن رسول الله. هذا أيها الإخوة بيسمونه الرقاع، يعني رقعة من جلد الغزال أو كذا. هذا يسمونه اللخاف. اللخاف حجارة بيضاء رقيقة. هذه عظام بعض الحيوانات المنبسطة، عظام منبسطة مثل عظم الكتف كذا. انتبهتوا؟ هذه الأدوات التي كانت متاحة في ذلك الزمان. إذن المقطع القرآني الواحد قد نجد منه 4 قطع أو 5 أو 7 بحسب عدد الكتبة الذين كتبوا. هكذا إلى خلال 23 سنة ماذا حصل؟ كتب القرآن الكريم كله. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يراجعه كل رمضان
لكن رمضان الأخير راجعه كم مرة؟ مرتان أو مرتين. وقال يا عائشة، سيدنا النبي، شوفوا النباهة بأبي وأمي، يا عائشة إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وهذا العام عارضني مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. ولا أراه، يعني لماذا هذه المرة مرتين؟ معناها الأجل اقترب، والمهمة قاربت على النهاية. لما نزل اليوم أكملت لكم دينكم بكى سيدنا أبو بكر، فقالوا ما يبكيك؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان. ما بعد الكمال، عرف بأن إيه يعني. وأيضا لما نزل على رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بأبي وأمي نعيت إلي نفسي. نعيت يعني الله يعني إيش؟ أعلمني أنه تهيأ للقاء. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع كبار شيوخ المهاجرين والأنصار، فكانوا يعني عرفتوا ناس كبار في السن وواحد شباب، يعني قالوا يا أمير المؤمنين إن لنا أولادا مثله، يعني تدخله معنا. فأراد أن يعلمهم، فجاء مرة حضر سيدنا مين؟ ابن عباس، عبد الله بن عباس، فقال سيدنا عمر لشيوخ المهاجرين والأنصار ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يعني أمر الله نبيه أن الله إذا فتح عليه البلاد وكذا أن يكثر من الاستغفار وكذا فإن الله تواب، يعني فسروها على ظاهر الألفاظ. ثم التفت إلى عبد الله بن عباس قال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هي أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال له ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني اللي بعرفه أنا مطابق للذي أنت تعلمه. فخلال هذه 23 سنة ثبت ما ثبت من القرآن وحذف ما حذف، في أشياء نسخت كما قال ربنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واستقر القرآن على ما ترون: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال إلى سورة الناس. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بأبي وأمي. آل خلافة المسلمين آلت إلى سيدنا مين؟ أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. ففي خلافته جرت ما يسمى بحروب الردة. العوام، القبائل البعيدة عن المدينة دخلوا أفواجا كما قال ربنا، فلما مات النبي خرجوا أفواجا. انتبهتم؟ الدين لا يقوم على أكتاف العوام، الدين يقوم على أكتاف الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. فسيدنا أبو بكر الذي كان رؤوف ورحيم ورقيق القلب ويبكي لأبسط الأشياء، يبكي انقلب أسدا جسورا وقال أيهدم الدين وأنا حي؟ والله لو نازعوني عقال شاة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وجرت حروب الردة وخاصة في اليمامة، مسيلمة الكذاب وكذا. وكان سيدنا عمر، يعني كل الصحابة رضي الله عنهم نظرهم بعيد، لكن هالمرة هذه سيدنا عمر هو الذي فاز بها. سيدنا عمر خاف على تلك القطع
النبوية التي كتبت بين يدي رسول الله، وانفض المجلس النبوي ورسول الله راض عنها. خاف عليها من إيه؟ من التلف والضياع. لأنه كما ترون يعني الوسائل التي كتبت عليها عظم ورقاق وجلد الغزال وكذا، ممكن بالمطر، ممكن بالريح، بالحرارة، بالضياع، بالحريق، يعني أشياء كثيرة تتلف. فخاف عليها سيدنا عمر فقال يا لأبي بكر، ما كان يقولون يا أمير المؤمنين، قال يا خليفة رسول الله، لو أنك جمعت القرآن فإن القتل قد استحر في القراء في اليمامة. استحر يعني اشتد. فإني أخشى أن يضيع شيء من القرآن. يعني شو مقصود القرآن؟ النسخ الأصلية التي كتبت بين يدي رسول الله. وكانوا رضوان الله تعالى عليهم يخافون أشد الخوف أن يزيدوا في الدين شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر هو والله خير. فسيدنا أبو بكر يعني أعاد النظر، وجد بأنه فعلا يعني هذه القطع يخشى عليها. طب ماذا يفعل؟ يريد شخصية تعرف هذا الموضوع، فوقع اختياره على زيد بن ثابت الذي كان يكتب لمين؟ لسيدنا رسول الله. فدعاه، وزيد بن ثابت من الأنصار، يعني من المدينة، ليس من قريش، ليس من مكة. فلما جاء زيد، انتبهوا، أرجو أن تنتبهوا، قال له سيدنا أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن بعصرنا بيقولوا لها سي في أو بيقولوا لها السيرة الذاتية. إذا ذهبت إلى شركة لتعمل يقول لك فين السي في تبعك، السيرة الذاتية. إنك شاب، إذن هذا العمل لا يناسب واحد مثلي، صار عجوزا بحاجة إلى شباب، إلى خلايا ذهنية وقادة، عاقل، نظرك واسع، تدرك المسائل، لا نتهمك. يحتاج إلى إنسان دينه من قلبه، مو مشي حالك هكذا. والأمر الرابع والخطير، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول ليس هذا الأمر جديد عليك، أنت كتبت لمن هو أفضل مني. قال له فتتبع القرآن واجمعه وانسخه في صحف. كالعادة قال سيدنا زيد كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو بكر هو والله خير. يقول زيد فما زالا، مين؟ أبو بكر وعمر، فما زالا بي حتى شرح الله صدري لما شرح له صدريهما. ثم قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. طبعا مو جبل مرة واحدة، لو قالوا له شايف هذا الجبل كسره وانقله صخرة صخرة إلى هذا المكان، أليس هذا العمل ثقيل؟ قال الذي كلفاني به أثقل من هذا. لو كلفاني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به. فأعلن سيدنا زيد رضوان الله تعالى عليه بين المسلمين من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله فليأتني به. فالشيخ آدم عنده قطعة يأتي بها، يقول له سيدنا زيد
هل هذه كتبت بين يدي رسول الله؟ يقول نعم. يقول هل عندك غيرك يشهد أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله؟ يريد على كل قطعة كم شاهد؟ شاهدين. فإن كان ثمة شاهد ثان أخذها وإلا تركها. تصوروا الاحتياط. طيب، طبعا في قطع هو كاتبها، في قطع زيد نفسه كاتبها، وفي قطع كاتبها غيره. بهذا الاحتياط جمع القرآن كله إلا آيتين. ولما أقول القرآن يعني المكتوب، كلما قلت في حديث الآن القرآن يعني المكتوب، أنا لا أتكلم على الجانب الصوتي. وجدوا هاتين الآيتين عند أبي خزيمة ابن ثابت. هو اسمه خزيمة وسمى ابنه كمان خزيمة، فصار شو اسمه؟ أبو خزيمة ابن ثابت. أتى بهاتين الآيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال زيد: أعندك غيرك يشهد أن هاتين الآيتين كتبتا بين، كل الكلام على المكتوبة، كتبتا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عندي. فتذكروا حادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحادثة؟ اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي. الأعرابي هو العربي الذي يعيش في الصحراء. ماذا يقول عنه العرب؟ أعرابي. قالت الأعراب آمنا. اشترى من أعرابي حصانا واتفقا على السعر وتم البيع. فقال له رسول الله بأبي وأمي للأعراب: اتبعني أنقدك الثمن. أنقدك يعني أعطيك نقد ثمن الحصان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع. الأعرابي ماشي على مهله وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت المسافة بين رسول الله والأعرابي إيش؟ تزيد. فرأى بعض الناس الأعرابي يمشي ومعه هذا الحصان، فظنوه أنه يريد أن يبيعه. قالوا: أتبيع هذا الحصان؟ وقال بعد قليل واحد: أتبيع هذا الحصان؟ فطمع الأعرابي، قال: الظاهر الحصان هذا إيه؟ مرغوب يعني، فأنا ممكن أبيعه بإيه؟ بسعر أعلى. فلما وصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا قلت؟ هل تريد أن تشتري الحصان أم أبيعه لغيرك؟ فقال: لقد اشتريته منك. قال: لا، لم تشتريه مني. أعندك من يشهد لك؟ يقول الأعرابي لرسول الله: أعندك من يشهد لك؟ على هذا الحوار اجتمع عدد من الصحابة، بينهم أبو خزيمة ابن ثابت. فالتفت رسول الله إلى الحضور وقال: إني قد اشتريت هذا الحصان من هذا الأعرابي، فهل فيكم من يشهد؟ الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مثل الشمس فاشهد. هذا حديث شريف، على مثل الشمس فاشهد. عرفتوا شو معنات الكلام؟ يعني إذا شيء لم تراه بعينك ولم تسمعه بأذنك إياك أن تشهد. فسكتوا. قال: أفيكم من يشهد؟ سكتوا. خزيمة بن ثابت قال: أنا أشهد يا رسول الله. ثم التفت إلى الأعرابي فقال: أنا أشهد أن رسول الله قد اشترى منك هذا الحصان. فالأعرابي يعني بيقولوا بالعربي أسقط في يده وأخذه الخوف وأقر بالبيع وأخذ الثمن ومضى. انتبهوا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خزيمة قال: يا خزيمة، أرأيتني لما اشتريت منه الحصان؟ قال: لا يا رسول الله. لوك آدم. قال: وكيف شهدت؟
قال يا رسول الله إنك لست كهيئتنا، على مثل الشمس فاشهد، هذه بيننا نحن، أما أنت رسول الله تقول يأتيني خبر السماء، نقول يأتيك خبر السماء، تقول نزل جبريل، نقول نزل جبريل. ألا نصدقك بأمر من أمور الدنيا؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم من جوابه وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ يعني جعل شهادته بشهادة إيه؟ رجلين. وبقي هذا الوسام النبوي، تعرفوا الوسام الذي يعطيه الحكام للضيوف وللجنود وللضباط الكبار، بقي هذا الوسام النبوي مخبوءا إلى أن قال زيد بن ثابت في زمن أبي بكر أعندك غيرك يشهد؟ قال لا. فتذكروا هذه القصة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين، وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، وأخذ منه هاتين الآيتين وألحقهما في موضعيهما، آخر التوبة وفي سورة إيه؟ الأحزاب. فجلس سيدنا زيد ينظر في تلك القطعة النبوية ويكتب، ينظر ويكتب، ينظر ويكتب، نسخ ليس فيه زيادة ولا نقص. وراجع العمل على صحف من جلد الغزال ليس بينها خيط، لو كان بينها خيط كان اسمها مصحف. شو كان اسمها؟ مصحف، لكن ليس بينها خيط، فشو بيسموها؟ صحف متسلسلة لكن ما في خيط يجمعها. هذه القطع سميت القطع البكرية أو القطع البكرية الصديقية، بحيث لو ضاع شيء من القطعة النبوية أو تلف شو بيكون فيه؟ نسخة أخرى موثقة. لماذا موثقة؟ منقولة من القطعة النبوية. بقيت هذه الصحف عند سيدنا مين؟ أبو بكر الصديق فترة خلافته، فلما توفي رضي الله تعالى عنه انتقلت إلى سيدنا عمر، وبقيت عنده فترة خلافته كم سنة؟ 10. فلما استشهد رضوان الله تعالى على يديه، رضوان الله تعالى عليه، على يدي الخبيث اللعين ملعون الوالدين أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، طعن سيدنا عمر في المحراب على صلاة الفجر وقتل عددا من المصلين ثم قتل نفسه. آلت هذه الصحف، آلت يعني انتقلت، آل يؤول، انتقل ينتقل. آلت هذه الصحف إلى أمنا حفصة بنت عمر. المنطق يقول إنها يجب أن تصير عند أمير المؤمنين الجديد الذي هو مين؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان مشهور أنه حيي، حيي يعني بيستحي، فعلم أن الصحف في كما يقولون في أيد أمينة، أم المؤمنين حفصة أم المؤمنين زوجة رسول الله وبنت عمر، فسكت عن الموضوع إلى أن جرى ما يلي. في خلافة سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه وصلت الفتوحات الإسلامية إلى أرمينيا وأذربيجان. يقال أذربيجان ويقال آذربيجان، هكذا وهكذا، أذربيجان آذربيجان. الآن ماذا يقولون؟ واحد يتكلم أذربيجان. أوف. في الكتب القديمة يقال آذربيجان أو أذربيجان، أما أنت تقول بيجان مشددة الجيم يعني. سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير.
المهم وصلت الفتوحات إلى أرمينيا وأذربيجان، وهنا في أرمينيا وأذربيجان التقى جيشان مسلمان، جيش قادم من العراق وجيش قادم من الشام. أهل الشام في ذلك الزمان كانوا يقرؤون بقراءة أبي الدرداء، أهل العراق كانوا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. المهم أحد الجنود عم يقرأ وأتموا الحج والعمرة للبيت. شو قال؟ وأتموا الحج والعمرة لمين؟ للبيت. فسمعه آخر فقال لا، وأتموا الحج والعمرة لله. قال الأول بل أتموا الحج والعمرة للبيت. قال الثاني بل أتموا الحج والعمرة لله. فقال الأول قراءتي أصح من قراءتك، فقال الثاني لا، بل قراءتي أصح من قراءتك. وكادا أن يقتتلا. مين عم يسمع هذا الحوار؟ سيدنا حذيفة ابن اليمان. سيدنا مين؟ حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى على كل أصحاب رسول الله، لكن كان فيه ميزة استشرافي، يعني ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى مآلات الأمور. كان يقول رضوان الله عليه عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. أسأله عن الشر ليه؟ مخافة الوقوع فيه. سمع هذا الحوار خاف. يا لطيف، أصحاب رسول الله أحياء، وواحد من المسلمين يقول للثاني قراءتي يقول بل قراءتي أصح. إيش ها؟ بعد 100 سنة ماذا سيحدث؟ بعد 200 سنة ماذا سيحدث؟ ترك المعركة وعاد إلى المدينة لوحده. الآن صار عنده مهمة أعظم. وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. طبعا أكيد قال له: ما الأمر؟ فحكى له. طيب الآن بدي أطلب منكم طلب، ليتصور كل واحد منا أنه هو عثمان. أنت الآن يا أخي عثمان بن عفان، كيف ستحل هذه المشكلة؟ يلا فكروا. أتكلم جادا، أتكلم جادا. فكروا، لو أنت عثمان شو بتعمل؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ واحد عم يقول أتم الحج والعمرة للبيت، وواحد عم يقول أتم الحج والعمرة لله. طيب أنا شو عندي؟ عندي الصحف البكرية الصديقية المنقولة من مين؟ من القطع النبوية. أرسل إلى حفصة: أرسلي إلينا الصحف. فأرسلتها، فإذا فيها شو؟ وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذه للبيت ما بصير، ما بتصير. انتبهتوا؟ كانوا يعتمدون على الذاكرة أحيانا، والذاكرة تخون صاحبها. الذاكرة تخون صاحبها. وأتم الحج والعمرة لله. شوف إيش هذه للبيت؟ منين جبتها؟ طيب هذه قصة أنا وصلتني. طيب وبقية المناطق شو بيعرفني شو حيصير فيها بلاوي؟ فدعا زيد بن ثابت. هذه المرة الثالثة التي يدعى بها مين؟ سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا زيد بن ثابت، الذي له فضل على كل مسلم. وشكل معه لجنة من قريش يجيدون الكتابة، وقال: انسخوا من هذه الصحف
عدة نسخ، هذه موثقة أليست كذلك؟ انسخوا منها عدة نسخ، فنسخوا وراجعوا وحققوا ودققوا، فلما انتهوا أرسل واحدة إلى الكوفة. هذه بيسموها في الكتب القديمة الأمصار. الأمصار جمع مصر، ليس مصر البلد المعروفة، لا، المصر هو التجمع البشري الكبير، تجمع بشري كبير، شو بيسموه؟ مصر. قال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى اهبطوا مصرا منونة، ما قال اهبطوا مصر. لو كان المقصود هذه البلد المعروفة لقال مصر ممنوع من الصرف، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر، وقال يوسف اهبطوا مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اهبطوا مصرا يعني مصرا من الأمصار. فأرسل سيدنا عثمان نسخة إلى الكوفة، نسخة إلى البصرة، نسخة إلى الشام، نسخة إلى مكة، نسخة إلى اليمن، نسخة إلى البحرين. وفي ذلك الزمان كلمة البحرين تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية، من الكويت وانت نازل إلى عمان، هذا شو كله شو اسمه؟ البحرين، وليس تلك الجزيرة الصغيرة التي في عصرنا اسمها دولة البحرين. في عصرهم البحرين الساحل الشرقي للجزيرة العربية. وأبقى في المدينة نسختين، مصحف اسمه المصحف المدني العام ينسخ منه جميع المسلمين، والمصحف المدني الخاص بقي عنده، وهو الذي سال دمه رضوان الله تعالى عليه على ذلك المصحف لما قتل رضوان الله تعالى مع الأسف الشديد. وقيل للناس، أرسل سيدنا عثمان خبر، طبعا أرسلها، فاتني أن أقول لكم، أرسل مع كل مصحف قارئا، ليس مصحف هكذا صم بكم، لا يعني ورقي، لا، معه قارئ يقرئ الناس مع كل مصحف. وقيل للناس اعرضوا ما بأيديكم من قرآن مكتوب على هذه الصحف الموثقة. أنت عندك نسخة سورة مريم، طه، إذا جاء نصر، اللي هو اعرضها، فإن كانت موافقة فأبقها، وإن كانت مخالفة فحرقها وانسخ من النسخة الموثقة. أعداء سيدنا عثمان قاتلهم الله كانوا يقولون عن عثمان حراق المصاحف، في كل عصر هكذا، لعنة الله على السياسة، ما دخلت شيئا إلا أفسدته. كانوا يقولون حراق المصاحف، حراق المصاحف أم مطفئ الفتنة؟ مطفئ الفتنة. هل قال احرقوا ما بأيديكم لأنها كلام الله؟ لا، لأنها مشكوك فيها، لأن فيها مخالفة. قال موافق اللي عندك عرضه، إذا موافق خلي، مخالف احرقه وانسخ من هذه الموثقة. وبهذا العمل أطفأ سيدنا عثمان هذه الفتنة. قال سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه في فترة خلافته لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع. عرفتوا شو معنات لصنعت ما صنع؟ يعني ما في أحسن من هيك. ألم أقول لكم منذ قليل ليفكر كل منكم لو كان مكان سيدنا عثمان ماذا سيفعل؟ هل تجدون طريقة أفضل من هذه في ذلك الزمان؟ لا في شبكات فضائية، ولا في انترنت، ولا في محطات فضائية، ولا في يوتيوب، ولا في، ما في إلا هذه الطريقة. فلذلك هذا الذي فعله عثمان يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. شو معنات مهدي؟ يعني الله يهديه الصواب، الله يهديه الصواب. صار عندنا الآن 7 مصاحف موزعة في 7 أقاليم: الكوفة، البصرة، دمشق، مكة، المدينة، اليمن، البحرين. وصل بنا الحديث أنه صار الآن عند المسلمين 7 مصاحف موثقة منقولة من الصحف البكرية الصديقية، وهذه الصحف البكرية منقولة من القطع النبوية. هل عرفتم التسلسل؟ هل عرفتم التسلسل؟ قيل للناس انسخوا من هذه المصاحف، فصار المسلمون ينسخون منها ما لا يحصيه إلا الله كثرة من النسخ، شيء كثير لا يكاد يحصر. القرآن كان شاغل الأمة، يعني هو الذي شاغل الأمة كلها في عصر التابعين وتابع التابعين. الشاغل الأول للمسلمين ما هو؟ القرآن. في 100 والرابعة ظهر عندنا طبقة من العلماء. قبل أن أنتقل إلى هذا، ننظر مع اللوحة. المرحلة الثانية تفريغ الكتابة السابقة. من السابقة؟ يعني القطع النبوية في صحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المرحلة الثالثة نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ظهر عندنا في 100 تقريبا طبقة من العلماء أيضا استشرافيين، قالوا هذه المصاحف كنز لا يعوض. أي مصاحف؟ العثمانية. لكن في شيء في الحياة اسمه التلف. شو اسمه؟ التلف. ممكن الحريق، ممكن عدو، ممكن الحرارة، ممكن أشكال وألوان. لماذا لا نضبط ما في هذه المصاحف ضبطا بحيث لو هذه المصاحف ضاعت لا سمح الله أو اختفت نقدر أن نفعل مثلها. فنظروا قالوا هذه المصاحف، سأتكلم كلام دقيق انتبهوا، قالوا هذه المصاحف المكتوب فيها واحد من اثنين: إما مطابق لما يعتاد الناس من الإملاء، وإما في مخالفة لما اعتاده الناس من الإملاء. يعني مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يختلف فيها كاف تاء باء، لأغلبن لام ألف غين لام باء ياء نون، أنا همزة نون ألف، ورسلي واو راء سين لام ياء. فهي في القرآن كما يكتب الناس، لكن العالمين مكتوبة في المصاحف كلها العالمين بدون ألف طويلة، ولا يقرأها أحد العالمين. كل القراء ماذا يقولون؟ العالمين. لماذا ليس فيها ألف؟ هكذا كانت عادتهم في الكتابة. الرحمن، كل القراء يقولون الرحمن، لكنها في الخط إيش؟ بدون ألف طويلة. لله أو الله، الله فيها ألف الله، لكن في الخط نجد ألف لام لام هاء.
الصلاة، كل القراء يقولون الصلاة، لا، لكنها في الخط واو. فقالوا الذي في المصاحف إن وافق ما يكتبه الناس نتركه، لا خوف عليه، لكن نحن نخاف من تغيير الذي يخالف كتابة الناس. فصاروا أمسكوا المصحف كلمة كلمة. انتبهتوا؟ فوجدوا بأن كلمات حذفت منها ألف، فوضعوا باب سموه باب ما حذفت منه الألف، مثل مالكي، مثل الرحمن، مثل العالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظروا في المصحف تجدون مكتوب الكتاب. عملوا باب شو سموه؟ باب ما حذفت منه الألف. شو عملوا؟ سردوا كل الكلمات التي حذفت منها الألف. باب ما حذفت منه الواو، وجاءوا على قميصه، أو فيها واوين لكن المكتوب واو وحده. ليسوءوا وجوهكم، فيها واوين المكتوب وحده. داود فيها واوين والمكتوب وحده. باب ما زيدت فيه الواو، في كلمات مكتوب فيها واو ولا أحد ينطقها، مثل أولئك، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انظر إليها تجدها مكتوبة أولئك. هل أحد يقرأ أولئك؟ البتة. كل القراء ماذا يقولون؟ أولئك. طيب قلنا باب ما نقصت منه الألف، باب ما زيدت فيه الألف، مثل كلمة 100. 100 فيها ألف طويلة، هل أحد يقرأها؟ ولا حدا. كلهم بيقولوا إيش؟ ولبثوا في كهفهم 300. ما أحد بيقول 100. باب كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا. فضبطوا لنا الكلمات التي في المصحف تخالف إملاء الناس، بحيث لو تلف أحد المصاحف العثمانية لأمكننا كتابة مصحف جديد كأنه هو. انتبهتوا؟ والذي خافوا منه حدث، والذي خافوا منه حدث. مع الأسف لم يبقى ولا مصحف من المصاحف العثمانية. كان في واحد في القاهرة ثم احترق، وكان في واحد في دمشق في المسجد الأموي ثم احترق، وهكذا لم يبقى. لكن بقي ماذا؟ ملايين المصاحف المنسوخة وكتب علم رسم المصاحف. هذه الكتب اسمها كتب ايه؟ علم رسم المصاحف. انتبهتم؟ فلو أن تلك المصاحف ضاعت ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يمكن بناء مصاحف جديدة مطابقة 100%، بدليل المصاحف التي بين أيدينا. هذه المصاحف التي بين أيدينا من أين أتينا بكتابتها؟ من تلك الكتب، ولا يختلف فيها مسلمان أبدا، ولله الحمد والمنة. وهكذا أمكن صون النص القرآني المكتوب من لدن نزوله إلى هذه اللحظة التي أنا وأنتم نجلس هنا، وإلى أن يشاء الله، إلى أن يغضب الله على أهل الأرض. هذا في آخر الزمان لما يغضب ربي على أهل الأرض. أنزلت لكم دستورا ولا تريدون اتباعه، تريدونها عوجا، أفغير دين الله يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. هات أنتم لا تستحقون.
فيأتي يوم يفتح الناس المصاحف فيجدون أوراقا بيضاء، والحفاظ ينسون. يستيقظ الحافظ الصباح لا يذكر شيئا، فيكون ربي قد غضب على أهل الأرض. لماذا؟ لأنهم أعرضوا. كما أنك لو أعطيت جوهرة ثمينة أو إلى شخص قلت له قال لك إيه وصار تقول له هات، أنت لا تستحق، أنت لا تعرف قيمة هذا. نسأل الله أن لا نعيش إلى ذلك الزمان، لكن في زماننا أنا وأنتم وغيرنا حراس على القرآن طالما نحن أحياء. أقول لنفسي ولكم ليكن كل واحد منا أبو بكر أو أبا بكر يقول أيهدم الدين وأنا حي؟ اللي بيخدم القرآن الكريم نحن بنخدمه بعيوننا، واللي بده يلعب بالقرآن الكريم بنفرمه فرم ونأكله أكلا. شو شيخ آدم؟ نسكت له؟ ما بنسكت له. فنحن هذا اللي عم نقوله واجب شرعي. قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال بما استحفظوا من كتاب الله. نحن استحفظنا، هذا القرآن أماني. يعني أنا وأنتم إذا وجدنا إنسان يحرف في القرآن ما يسعنا السكوت. عرفتوا شو معنات ما يسعنا السكوت؟ يحرم علينا السكوت، وإن سكتنا فنحن آثمون. الساكت على الحق شيطان أخرس. انتبهتوا؟ لو الأمر يكلف الحياة، لو يكلف الحياة ولا نسكت على تحريف أو تغيير أو تبديل. انتبهتوا كيف؟ يعني مثلا قراءة القرآن مع الموسيقى إذا واحد عملها بنطلع بروحه، ناكله أكل. يعمل لي القرآن أغنية، يحرف بالقرآن. ومن القواعد التي يجب أن أعلمها وتعلموها جميعا، اسمعوها، عبارة سهلة موجودة في كتب علوم القرآن: يحرم تغيير نظم المصحف. 4 كلمات: يحرم تغيير نظم المصحف. 4 كلمات. النظم يعني هذا التسلسل الذي ترونه في المصاحف. ما بيصير واحد يجي يقرأ كلمة نعم كلمة لا، كلمة نعم كلمة لا. بيصير؟ ما بيصير. ما بيصير يقرأ بالمقلوب. انتبهت؟ بدك تقرأ هكذا. بل حتى الفقهاء قالوا إذا قرأت في الركعة الأولى مثلا إنا أعطيناك الكوثر، تقرأ مما بعدها في الركعة الثانية، ما تقرأ مما قبلها. القرآن هكذا. فما بصير واحد مثلا سورة الفيل. لذلك أنا لا أحب البتة ما يفعله بعض الناس الآن في المسابقات، بيقول لك هذا مهارة. شو المهارة؟ بيقول له ما هي الآية التي قبلها؟ ما هي الآية التي قبلها؟ لك شو بدك بالآية اللي قبلها؟ هل تعبدنا الله عز وجل بالآية التي قبلها؟ تعبدنا الله بذلك؟ ما تعبدنا يا أخي. المهارة مهارة شو؟ إذا عندك هذا العقل استعمله في علوم أخرى يا أخي، استعمله في الحديث، في الفقه، في النحو، في التفسير. أما أنه أنا ماهر، طيب أعطينا آية 24 من سورة كذا، فيقول طب أعطينا 23. ما لكم مال 23؟ القرآن هكذا، وليس بالمقلوب، وليس كلمة أي كلمة لا. انتبهتوا؟ ولا يصح لا ولا بعكس الحروف. انتبهتوا كيف؟ يعني مثلا الله يرحمه ويغفر له عبد الباسط عبد الصمد، أنا بحبه بكل قلبي، لكن ما فينا أحد كامل مكمل. انتبهتوا كيف؟ له تسجيلات قديمة يقرأ بالروايات ويقول أكرمي مثويه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أكرمي مثويه. ما بيصير.
ما بيصير يعيد أكرمي مثويه بنفس النفس. ربنا قال أكرمي مثويه أو مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ما في أكرمي مثواه مرة ثانية، بدك تقولها بتقولها بنفس جديد مو بنفس النفس. بعض الحمقى الآن في بعض الدول ما بدي سميها، يعني بأفريقيا، شو بيقول لك مثلا ملكي مالكي بتلاقي الكلمة عم يعيد ويزيد ويعيد بما كانوا يكذبون بنفس كله ورا بعضه. هذا ما بيجوز. تذكروا الكلمات الأربع: يحرم تغيير نظم المصحف. بدك تقول يكذبون بعدين بدك تقول يكذبون، اسكت، اقطع النفس وبعدين قولها، وبتقولها لحكمة مو لتتسلى أو لا تعمل حالك سوبرمان قدام الناس، تظهر مهاراتك الصوتية والحفظية. لا، ما لك شيء عند الله. ولو استأجروا لك أكبر ملعب، أنا شفتها بأحد التسجيلات في إحدى الدول الأفريقية، ملعب كبير مليء بالعوام اللي ما يعرفون اليمين من الشمال، وهذا جالس بينهم وبنفس واحد. نسأل أنفسنا ليه لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ بس يا ناس شوفوني، يا ناس أنا رهيب، يا ناس أنا قدراتي خارقة. هذا مرض، هذا مرض. انتبهتوا كيف؟ فدائما سياستنا في القرآن الكريم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قالها عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن وظيفتنا مع النص القرآني التقليد الكامل، تقليد، ما في مجال للابتكار، ما في مجال للتجديد إلا في أسلوب العرض. يعني هذا الكأس في داخله ماء، طب نغير الكأس لكن الماء يبقى ماء. يعني قطب جد حروف القلقلة ما حتتغير من كتاب إلى كتاب، فحثه شخص سكت حروف الهمس لن تتغير من كتاب إلى. المتصل، المنفصل، ال من الأحكام هي، لكن أسلوب العرض ممكن يتغير بتغير الشريحة المستهدفة. مين الشريحة المستهدفة؟ صغار يمكن نقدم بحث على بحث، كبار يمكن نقدم بحث على بحث، متخصصون يمكن نتعمق في الكلام زيادة، ليسوا متخصصين نتكلم الكلام الخفيف. انتبهتم كيف؟ لكن العلم هو العلم. فدورنا في القرآن المحافظة عليه ونقله كما هو. لذلك ربي جل جلاله مدح سيدنا جبريل وقال: مطاع ثم يعني هناك، ثم بفتح الثاء هناك، ثم بضم الثاء حرف عطف مثل الواو والفاء. مطاع ثم، وين ثم؟ يعني في السماء. أمين، هون المدح. المدح شو قال؟ أمين. عرفتم ما معنى أمين؟ من هو الأمين؟ تعطيه 10,000 يوديهم لفلان، بيوديهم 10,000، مو بيوديهم 9,000 وعلى الطريق بياخذ 1000. أمين. أي مدح هذا؟ أي مدح! الله يهنيه سيدنا جبريل إذا خالق الكون عم يقول له أمين. وفي الحديث الشريف: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طيب ليه؟ لأنه السفرة اللي هن الملائكة اللي مع جبريل وقت نزول تنزلوا الملائكة وروحوا فيها. سورة الأنعام نزل معها 70,000 ملك. الأنعام لما نزلت دفعة واحدة مو على مراحل، ونزل معها 70,000 ملك. هدول شو اسمهم؟ اللي قال بالقرآن سفرة كرام بررة. الماهر بالقرآن مع السفرة. ليه مع السفرة؟ لأن بينهم مشاكلة. ما معنى مشاكلة؟ مشابهة. ما هي المشابهة؟ الأمانة.
السفرة لما نزلوا ما غيروا ولا بدلوا، استلموا باء سلموها باء، ما سلموها تاء أو فاء. وكذلك الأساتذة المتقنين أمثال كثيرين ممن هم في هذه القاعة منكم، إن شاء الله مع السفرة الكرام البررة. لماذا؟ لأن بينهم مشابهة، وهي صفة الأمانة. انتبهتوا؟ فهذا واجب شرعي علينا جميعا، أن ننشر الخير في الأمة، ننشر الأمانة، نعطي القرآن كما تلقيناه، لا نزيد ولا ننقص، لا نبتكر من عند أنفسنا، لا نخترع من عند أنفسنا. الماهر منا هو الأمين، هذا ماهر. عرفتوا كيف؟ فنسأل الله عز وجل أن يبارك بذلك. إذن هذه المرحلة تلاها مرحلة رابعة. قلنا أرسل عثمان، انظروا إلى اللوحة، أرسل عثمان مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر من الأمصار، أمصار مع قارئ متقن يقرئ الناس. شايفين؟ شوف المصاحف، مصحف وين؟ هون في الشام، مصحف في الكوفة، مصحف البصرة، مصحف بوين؟ مدينة، مكة، البحرين، اليمن. انتبهتوا كيف؟ المرحلة التي بعدها ذكرناها منذ قليل، كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. خامسا، ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية. خصائص، ما معنى خصائص؟ يعني الصفات التي تميزت بها المصاحف عن الإملاء الذي اعتاده الناس. خصائص الكتابة القرآنية بين قوسين علم رسم المصاحف. منها هذه الكتب التي ترون أغلفتها أمامكم، كتاب مرسوم الخط، كتاب الجامع، كتاب المحكم، كتاب المقنع، عقيلة أتراب القصائد، كتاب البديع، إلى آخره من الكتب التي ظهرت في التاريخ الإسلامي. هذه هي الناحية. قلنا بلغ رسول الله الأمة القرآن مكتوبا ومنطوقا. تكلمنا على مكتوبا منذ أن بدأت الكتابة بين يدي رسول الله إلى المصاحف التي بين أيدينا. الآن الشق الثاني، ما هو؟ النقل الصوتي للقرآن الكريم. كم الساعة؟ 6:30 5. نكتفي، لأنه أريد البحث القادم هذا أن نأخذه يعني غير مجتزأ، كامل. على فكرة، رحمة بي وبكم، ارتأى الإخوة القائمين على الدورة أن نبدأ لقاءنا في 5:30 بدل 5، حتى تكون الشمس قد مالت، حتى تكون الشمس قد مالت وخف الحرارة قليلا. فإذا لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى سيكون في 5:30 بدل 5:00. واضح؟ بارك الله فيكم. سنكمل الكلام إن شاء الله تعالى غدا عند النقل الصوتي للقرآن الكريم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.